كنشكر الحضور في هذا العرس الحميم الذي ألف بيننا. يعني طال الأمد ما تجمعنا هكا بيناتنا وناقشنا مواضيع لأن كانت مشاكل هناك مطروحة، ماشي غنقولوا كوفيد وهدم المنازل وزيد عدة مشاكل. وكنشكر الحاج أحمد بحنيك بكل صراحة لأنه سي لوي كي نوز انفيتي، والإنسان الوحيد هو كنقابي وعضو في المجلس ديال مدينة القنيطرة. هذا الإنسان كيستحق كل التقدير والاحترام، لأن أنا كنقولها من هذا المنبر والصحافة هي موجودة، الناس المنتخبون كلهم سدوا التليفونات ديالهم وغيروا الأرقام ديال الهواتف ديالهم، لأنهم كتعرفوا بأن نحن الساكنة ديال بيرامي بين عشية وضحاها. يعني حنا ضربنا الزنزان قبل الزنزان ديال أقاليم الحوس، والإنسان الوحيد اللي ساندنا في هذه المحنة هذه والهاتف ديالو ما غيروش، ولو غير كتبيبي عليه كيصوني عليك اشنو كاين، على الأقل ولو غير بكلمة طيبة كيواسيك وكيوقف بجنبك، والباب ديالو دائما مفتوح، لا في الجمعية ديال داء السكري ولا في المقر ديال النقابة، ولو لقاك غير في الطريق تيديك ووصلك. انا ماشي هذا زعما كنقولوا يعني حيت في وجهه لا بكل صراحه انسان طيب وانسان يعني كيستحق مناصب عليا اكثر من هذا الشيء، ولكن عند الله الجزاء من عند الله. انا اللي كنبغي نقول بان هناك نقابات ديال الشغل، لان نحن جينا في هذا مؤتمر النقابات وكنعرف بان النقابات كتشتغل يعني في الاطار ديال العمل. انا كنشوف هناك اناس كان هناك طرد تعسفي من المشغلين ديالهم، وملي كتلتجئ مثلا التجئتي النقابه او لا التجئتي للمحكمه للاسف الشديد كيعرفوك اون فوا مشيتي دعيتي المشغل ديالك، يعني شركات اخرى ما كتقبلكش، كتقول لك بون فوالا فايته لك دعوه وهذه اما كنعرفش ان الحقوق اصبحت مهضومه، ماشي غير في النطاق ديال الشغل، جميع الحقوق كيف ما قال الاخ قبيله على الاساتذه المتدربين، يعني الاضراب حق مشروع الدستور اللي كيخولوا لنا، كيف ما سبق لي وان قلت في عده منابر اعلاميه، لان نحن باش كنوصلوا الصوت ديالنا بالاضراب كنخرجوا في مظاهرات حضاريه سلميه، ما كنخربوش ممتلكات الدوله، ما كنقيسوش ممتلكات الدوله، رغم اننا كنتعرضوا للضرب والشتم والسب الى غير ذلك، ولكن الحق عند الله سبحانه وتعالى، لان لقينا في الله ومتشبتين حنا الحمد لله بحبل الله شيء. وكيف ما تنقول لان ولو كتلتجئ للمحاكم والنقابات هي كتوقف، ربما كيلقاو حتى هما حجره عثره في الطريق ديالهم، لان هناك عده مشاكل. الاساتذه كيتلقاو حتى هما العصا والضرب والشتم، ووليداتنا ضاعوا بكل صراحه، لان الفئات الهشه كنشوف دابا بان لي زيكول بريفي راهم قراو وداروا الامتحانات، ووليداتنا حنا يعني ولاد الفقراء راهم مهمشين مهملين. وخصكم تعرفوا لأن الفقراء اعطونا أباطرة، اعطونا عباقرة، لأن ولاد الفقراء راهم اللي كيقراو وهما اللي كيزيدوا بالعجلة القدام، راه ماشي ولاد الأغنياء. أنا بغيت نشوف لا كاين شي ولد برلماني ولا شي ولد وزير واش طلع بطل العالم، واش طلع شي عبقري، واش خدا الدكتوراه ديال الدوله، واش راهم كيزيدوا يصايروا يعني الدراسات العليا. لا، راه ولاد الفقراء هما اللي كيقراو، ولاد الفقراء هما اللي عندهم غيره على البلد، لان لو قدر الله لو وقعت شي حاجه وزعزعت اركان البلاد، شكون هما اللي كيكونوا جنود في الصفوف الاولى، وشكون اللي كتكون غيره ديال الوطن الا ولاد الفقراء. ولكن اللي كنشوفوا حنا اصبح العكس صحيح، لان كنشوفوا، انا ما كنقول لا حكومه ولا 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 ولا، كنشوفوا حنا اصبحنا مهمشين، ما كاينش اذان صاغيه، ما كاينش اللي غيمد لك يد المساعده. الغريب في الامر الاخوان ديال الاعلام، انا اللي كنشوفكم دابا راكم كاين الحمد لله كم ديال مدينه القنيطره. هذا سؤال موجه الى الناس الاعلاميين. انا اللي بغيت نشوف اللي كنقول لكم، وهذا ميساج كنوصلوا لكم وربما امام العالم،
لاننا حنا كنخرجوا في مسيرات، كنخرجوا في يعني في مظاهرات، ما كنلقاوكمش الا عبر وميديا لايف. فهم مشكورين من هذا المنبر لانهم هما اللي كيساندونا. واش الصحافه كتلقى تهديدات؟ انا اللي بغيت نقول لكم، ولكن حنا كيف ما كنقول حنا يعني ماشي الموضوع ديالنا هو هذا، لانني انا ماشي دابا كيف ما قالوا الاخوان، لان النقابه يعني راه عندها عده اتجاهات وعده اشتغالات الى غير ذلك. حنا راه ما لقيناش اللي مد لنا المساعده ولا اللي شد بينا. في اخر المطاف حنا ولينا كناكلوا العصا، ولكن ماشي مشكل، ما ضاع حق وراءه مطالب. انا الموضوع ديالي سمحوا لي لا خرج شويه السي احمد على الموضوع ماشي، لاننا مؤخرا ولينا كناكلوا العصا والتهديدات ومحاضر من طرف الضابطه القضائيه، ولكن احنا مازال مسيرين النضال. وكيف ما تنقول حتى الاخوان ديالنا الاساتذه، هذا الشيء هذا ما خصوش يكون، خص وليداتنا يقراو ويعطيو لكل ذي حقا حقه، لان النقابه لا حول لها ولا قوه الا بالله ما عندها ما دير امام هذا الوضع. لان اللي بغيت نقول لكم اخوان المغاربه ولا النقابات ولا الجمعيات ولا خاصهم ياخذوا بالدين هاد الناس ويلقاو حل عاجل، لان كنشوفوا الناس حاملين الدكتوراه حتى هما مساكن راهم كياكلوا العصا. ولكن كنطلبوا من الله في القريب العاجل باش تحل كل المشاكل، وحنا مقبلين على كأس العالم، وكنطلبوا من الله باش يعم السلام للأراضي الفلسطينية، والله ينصر الإسلام ولا لكل الدول العربية ولا حتى أوكرانيا ولا بغينا القصف باش يحبس ويعني تمر الأمور بسلام. وكنشكروا الإخوان على هذا الحضور الكريم، ولا يعني حق اللي